السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهاردة أكلة جميلة جدا كل الناس بتحبها. عملنا الكبدة الاسكندراني، وعملنا كمان كبدة كده متشوحة في السمنة البلدي بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم كان في منتهى الجمال. شايفين الكبدة شكلها حلو ازاي؟ تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه. عندي كبدة كده قطعتها بالشكل ده، قطعتها شرايح رفيعة، حطيت عليها نص ليمونة، هقلبها كده واسيبها 10 دقايق في الليمون. بعد العشر دقايق جبت طاسة حطيتها على النار، حطيت فيها زيت وسخنتها كويس قوي، وهنزل بالكبدة في الزيت. هشوح الكبدة كده على نار عالية، هقلب فيها شوية اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هجيب بقى 5 فصوص من الثوم المفروم، هشوح الكبدة مع الثوم كده لحد ما الثوم ريحته تطلع اهو زي ما احنا شايفين. هضيف بقى التوابل: ملح، فلفل، وكمون، وكزبرة. هقلب التوابل كده مع الكبدة، وهضيف كمان معلقة كبيرة من الخل. هقلب برضو تقلبتين، وعندي فلفل رومي هضيفه كده، وفلفل حامي. هقلب الفلفل مع الكبدة شوية اهو زي ما احنا شايفين. وهجيب نص الليمونة التاني هعصره على الكبدة بالشكل ده، وهقلب تقليبة وهشيلها من على النار اهو. تمام كده. تعالوا نعمل الكبدة التانية. طاسة على النار فيها زبدة، سخنتها قوي على النار ونزلت بالكبدة، هشوحها كده مع الزبدة، وهضيف بقى ملح وفلفل بس هزود الفلفل شوية عشان هو بيديها طعم حلو. وادي رشة الملح، وهقلب تقلبتين اهو، وهشيلها برضو من على النار. الكبدة ما بتاخدش وقت على النار خالص اهي. تمام كده، خلاص شلناها من على النار. ادي اهو شكلهم في منتهى الجمال، وطعمهم كان في منتهى الجمال. عملت جنبهم سلطة طحينة. دي كبدة بالزبدة اهي، ودي الكبدة الاسكندراني. تعالوا بقى نعمل السندوتشات. ممكن نعمل جنبها مكرونة. تعالوا بقى نملى السندوتش كده ونحط عليه الطحينة. يا سلام على الجمال، سندوتش في منتهى الحلاوة. هنحط بقى كمان عصرة ليمون، وكله بقى احلى سندوتش كبدة. الطريقة سهلة بسيطة، طعمها كان حلو جدا، أكلة خفيفة. جربوا الطريقة، وإن شاء الله لو عجبكم الفيديو لايك وشير.